نزلت لكم عشان نشوف تجربة الطعم بتاع أنواع المانجا اللي هي الأسماء الغريبة دي، الهايدي والياسمين والمايا. وتعالوا بينا نشوف الطعم شكله ايه. قبل ما نبدأ الحلقة لازم نمنشن للبنات الحلوين دول، ياسمين ومايا وهايدي، علشان يفرحوا ان بقى في مانجا على اساميهم. طبعا انا مش عايز اقول لكم وانا داخل البيت لما قلت انا جبت معايا ياسمين وهايدي ومايا حصل ايه. هسيب تفكيركم هو اللي يقول. هنبتدي مع بعض بقى. احنا بنجيب الاسماء الغريبه لاي انواع من المنتجات او الفاكهه وبنعمل عليها تجربه عشان نفيدكم بيها. نشوف ياسمين. كده الله، لا بجد حلو. المانجا المانجا لا جميله. ادي كده، خلي كده ما انت. نشوف بقى مايا. هو طبعا في طرق كتير للتقطيع، بس انا يعني بعمل حاجه كروكي كده، مش لازم، انا مش طالع اوريكم طريقه التقطيع ازاي يعني. هي في ناس بتقطعها كده، والمثل المانجايه اللي بالطول ممكن تتقطع بالطول. ماشي، هنقطعها برضو زي الاول. بصوا لونها كمان ايه، يعني لازم تعرفوا كمان اللون بتاعها بيبقى كده، تحسوا اللي هو لونين في بعض كده. احلى، والله احلى. المانجايه دي احلى من دي. دي احلى من السكري كمان. تخيلوا بقى كطعم مسكر مانجا بصراحه. ادي مايا. هايدي بقى، لا نشوف دي بالطول، بس هي طبعا في الصديقه والحاجات دي بالطول بتبقى احلى يعني. نعمل كده اهو، بيعملوها كده اهو، بس كده اهو. ممكن بقى بالمعلقه وممكن بايه، كده على طول يعني. انتوا تختاروا ايه، بالمعلقه لا كده. الله بجد، بجد الانواع دي طعمها حلو قوي قوي قوي. يعني في ساعات منجات كده بتبقى ايه طعمها ماسخ شويه فيقولوا لك نضربها عصير. انما بجد انواع الثلاثه دي، انا افتكرت ان في نوع مثلا هيطلع اوت شويه عن النوع التاني ولا حاجه، بس بجد لا، الثلاث انواع تحفه. دي مسكره قوي اللي هي المايه، وبعدين هايدي، وبعد كده ياسمين، بس الثلاثه حلوين. ممكن نقول بقى ونختم مع بعض ببعض الفوائد للمانجا. بتعزز المناعة وصحة الجلد والأنسجة في الجسم لاحتوائها على نسبة عالية جدا من فيتامين سي، وفيها كمان فيتامين A ونحاس وفوليك أسيد، فيتامين B6 B5، فيتامين E K، بوتاسيوم مغنيسيوم منجنيز. ويا رب تكونوا استفدتوا من حلقة النهاردة من برنامج سر الصنعة، وما تنسوش تمنشنوا لياسمين ومايا وهايدي.